أيام الجاهلية كان هناك قاطع طريق شرس جدا اسمه ضمرة بن ضمرة. هذا قاطع الطريق كان يتقطع للقوافل حق الملوك وحق الأمراء، القوافل الدسمة يعني. وكان ذكي ومتيقظ وفارس شرس صدق، يعني يجيد الضرب بالسيف والطعن بالرمح والفروسية والكر والفر، هذه دي خبرته. فأعيا النعمان بن المنذر هذا قاطع الطريق، كان كل ما خرجت من قافلة تقطع لها شل ذهب شل زغط شل جمال شل كذا. النعمان بن المنذر رسل له من يمسكه، فعل له كمين الأول الثاني، رسل فرسان رسل سريع، ما قدروا له. المهم ناس من جلساء الملك هذا عرضوا عليه قالوا قل له يدخل في طاعتك ودي له جائزة. فساروا رسل من جهة الملك هذا لعند ضمرة قالوا له ادخل في طاعة النعمان ولك 100 ناقة وصرفة. المهم شاور نفسه ضمرة قال وانا بدل ما اجلس في الشوارع هكذا في الصحاري اتقطع وجوع ادخل في طاعته. ما هو شل نفسه وتوكل، دخل على الملك هذا. فالملك شاف لعند ضمرة هكذا فازدرته نفسه واستحقرته عينه، يعني شاف كان شكله قصير القام هكذا واشعث وحالته ترحم، وشو هذا كله الشرس او المخيف او المفجع. فقال يعني الملك هذا لو انا دار انه انت بهذه الصورة ما كنت خسرت فيك ولا نص ناقة. فضمرة هذا تأثر بهذا الكلام وقال ايها الملك، شوف على كلام ذلك، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان. قال له كيف؟ قال إنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه، إن نطق بيانا وإن صال جنانا. وأنشد أبيات من أجمل ما قيل في الشعر. اسمع إيش قال يا أيها الملك المرجو نائله، إني لمن معشر شم الذرى زهري، فلا تغرنك الأجسام إن لنا أحلام عاد، وإن كنا إلى قصر فكم طويل، إذا أبصرت جثته تقول هذا غداة الروح ذو الظفر، فإن ألم به أمر فأفزعه رأيته متخاذلا للأهل والزمر. الله عليك، عظمة على عظمة. الملك يعني راجع نفسه وندم على الكلام اللي قاله، وقال ما رأيك يا ضمرة تجلس عندي من جلسائي ولك 1000 ناقة بدل 100؟ قال بل أو تشل 1000 وتزيد ترجع لا بلادك أو توكل على الله. قال بل أفضل جوار الملك، يجلس عنده يشوف على فصاحة وعلى قوة وعلى فطانة في موقف عظيم مثل هذا الموقف. أنت أمام ملك، أمام رئيس جمهورية، أمام حاجة كبيرة. يعني إحنا عادة ما تقدرش حتى تتكلم، نتلعثم بالكلام بس، مش إلا دي كلام بفصاحة وبلاغة هكذا. تحياتي.